بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعينا الكرام، حبابكم ألف ومرحب بكم. اليوم عندنا مخمرية جميلة جدا. أقرأ في تفاصيلها لزيت الخمرة، بس هي ما زيت خمرة، هي مخمرية مختلفة شوية عنه، مركزة معتقة أكثر. تفاصيلها كالآتي. وقبل ما ندخل في تفاصيلها، رجاء الناس اللي بيشاهدنا لأول مرة رجاء الانضمام للقناة، ورجاء من الجميع عمل لايك للفيديو. كتر خير كونوا في ميزان حسناتكم يا رب. المخمرية أول حاجة، الخطوة الأولى اللي بنبدأ بيها، بنجيب برتقال، يعني حوالي برتقالتين أو ثلاثة، ونعمل فيهم زي فتحات أو أخرام بالشوكة العادية، ونبدأ ناخد في كل فتحة من الفتحات قرنفل. بنترك القرنفل ده على الشمس أو في الهواء أو في الأماكن الرطبة، ممكن تدوه شوية مايكروويف والباقي تموه بالمروحة لغاية ما يجف تماما. بعد يجف بنطحنه، يعني بعد يجف القرنفل والبرتقال بياخد زمن طبعا، فبنطحنه وبيكون بالشكل اللي شايفينه قدامكم ده. وبعد ذاك هنجي نتصرف فيه، اما نعمل منه خمرة او مخمرية او الحاجة اللي بتريحكم. فانا اليوم هعمل منه مخمرية بتعتمد على القرنفل والبرتقال والمسك والصندلية واي زيت يعجبك، اي زيت. انا هنا استعملت 3 انواع من الزيوت، بس انتي ممكن تستعملي زيت زيتون فقط، مثلا زيت جوز هندي فقط، الحاجة اللي بتريحك. الطريقة، بنشيل الخليط او المطحون اللي عملناه بتاع القرنفل والبرتقال، وبعد ما نطحنه بنقوم نضيف له الزيوت، قليل من الزيت وحسب رغبتك، ما في مقدار معين. حسب كمية القرنفل اللي عندك بتضيفي الزيوت، وبتخليها في حمام مائي، او ممكن تسخنيها عادي على البوتاجاز مباشرة، ما تصل لدرجة الغليان، فقط مجرد تسخين عشان المواد كلها تتجانس مع بعض، اللي هو القرنفل والزيوت، وما بنخد لها في المرحلة دي عطور. ممكن نضيف لها شوية قرنفل إضافي، قرنفل صحيح، القرنفل هو المسمار طبعا، وممكن نضيف لها قليل من أو ملعقة إلى ملعقتين برتقال عشان تزيد النكهة أكتر. بعد ما تدفى شوية كده على النار الزيوت والخليط ده، بننزله وبنكبه في الإناء اللي احنا عايزين نحتفظ فيه بالمخمرية حقتنا، وبنبدأ نضيف له الزيوت، نضيف له الزيوت العطرية. أنا أضفت صندلية، وكل ما أضفت الصندلية أكتر كل ما كانت أجمل. وأضفت مسك، وفي إضافات تانية لكن دي إضافات صراحة ثانوية، يعني ما ضرورية. اللي هي ممكن تضيفي فيتامين إي، وممكن إضافة زيت العنفر. أنا هنا أضفت مسك وصندلية، وكل ما كترت الصندلية صراحة كل ما كان ريحتها أروع ونفاذة وجميلة جدا. بس طبعا يعني على حسب المقدرة، وإذا ما في صندلية ممكن دهن الصندل، وإذا ما في دهن الصندل ممكن العنفر، وممكن مسك. يعني كل الزيوت دي جميلة وروعة. الفيتامين اي يعني ما ضروري برضو، بس انا بحب اضيفه دايما لانه بيدي نضارة للوجه، فبس عشان كده اضفته، لكن يعني ما هو تفصيلة ضرورية. دي الحاجات المهمة فقط، الاولى دي اللي قلناها دي وخلاص يعني. بنخليه طبعا. هسي ما شاء الله الرائحة رهيبة رهيبة جميلة جدا، يعني ما اقول لكم شيء رهيب خالص. فتخليها تتعتق ليكي، كل ما اتعتقت ويكون افضل.
بعد كده عندك الخيار ان امك تصفيها او تخليها كده بخلاصتها وتستعمليها. بس ممكن تصفي في فتيل صغير وتستعمليها، تخليها جنبك يعني تستعمليها، وتخلي الخام حقها ده قاعد. وكل مرة تزيديه حبة زيت وحبة صندلية. بجد شي روعة 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 للحد البعيد يعني، وجميلة يعني. حتى في توبك ملابسك بتلقيها عالقة وثابتة. بعدين برضو ممكن تضيفيها للكريم حقك، تضيفي نقطة نقطتين للكريم. ممكن في مزيل العرق العامل زي الكرة ده، ممكن برضو تضيفه نقطة نقطتين. او لو فاضي عندك واحد فاضي ممكن تستعمليه وتكبي فيه زيت وتستعمليه وتحطيه في الحمام الله يعزكم. وممكن برضو والله تحطي يعني، هسه انا خديت ملعقة واحدة في الفواحة هنا، الرائحة كانت رهيبة يعني. دي تحطيها كده وتاخدي بيها حمام دافي كده، جميلة جميلة. تريح النفسيات. حلوة، القرنفل جميل ورائحته جميلة وفوائده كثيرة، وعلى فكرة هو بيدي نضارة للجسم وبشد البشرة بصورة جميلة. آه ده كل ده اللي قلت لكم. ممكن تكبوها هنا في عرفتوه طبعا. مزيل العرق العامل زي الكرات ده رول. فهذا كل ما لدينا اليوم، والقرنفلية الجميلة الظريفة. ربنا يعطر أيامكم ويعطر أيامنا جميعا بذكره ورضاه. وما أذكركم أو ما تنسوا اللايك والشير. كتر خيركم، بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يديكم الصحة والعافية. وبرضو شاكرة للدعم اللي بلقاه، وشاكرة كتير والله لأي كلمة طيبة. والله يعني، ودايما بدعو لكم إن شاء ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. يلا أترككم في أمان الله، استودعكم الله. أي سؤال أتركوه لي في التعليقات تحت، وإن شاء الله برجع ليه، وحتى لو اتأخرت لكن برضو برجع بإذن الله. واعذروني إن تأخرت عن الرد عليكم، مرات بس بكون مشغولة في البيت. وكتر خيركم، بارك الله فيكم وفي أمان الله.